إلا عندكم هاد المكونات هادو أجي نوريكم أشنو ممكن تقدروا تعملوا بهم وصفة سهلة وسريعة في التحضير وكتجي لذيذة بزاف وغير مكلفة، غير بيضة واحدة فقط. فخليكم مع الفيديو من البداية حتى النهاية وتعرفوا على المكونات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة، وكنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في احسن الاحوال وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفة سهلة مهلة وسريعة في التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي هنا القرعة الحمراء او اليقطين، كل واحد وشنو كيسميها. عندي بيضة واحدة وكذلك كاس السميدة. اجي نوريكم اشنو ممكن نقدروا نعملوا بهم. الا كانوا وليداتكم ما كياكلوا لكمش القرع حمراء او اليقطين، يعني تقدروا توكلوها لهم بطريقه سهله ومبسطه وعادي يحماقوا عليها الا وجدتوا لهم هذه الوصفه هذه. صراحه كتجي هذه الوصفه رائعه ولذيذه بزاف وسريعه في التحضير وما كديش معنا الوقت بزاف. شوفوا تبارك الله، هنا كنوري لكم القرعه يعني تبارك الله طريه وغسلتها مزيان، ضروري ما نغسلوها ونقيوها مزيان، وكنقطعوها في واحد الهشوار ولا اي طحان كهربائي كان عندكم توفر، ولا تقدروا تحكوها غير في الحكاكه تكون رقيقه بطبيعه الحال. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه سهله مهله وتقدروا توجدوها لوليداتكم في الكوتي ملي كيجيو من المدرسه، صراحه مزيونه ولذيذه ما يشبعوش منها. الا وجدتوها لهم بهذه الطريقه هذه. صافي هنا كنطحنوا هذيك القرعه مزيان في الهشوار ولا اي طحان كهربائي كيف ما قلت لكم. واللي ما متوفرش عندها طحان كهربائي ولا الهشوار تقدر تحكها غير في الحكاكه تكون رقيقه من الاحسن. هنا من بعد ما طحناها عفوا على هذا الشكل هذا، كنجيبوا واحد البيضه كنهرسوها في الطويصه ولا في الطبسيل باش كنتجنبوا ان بعض المرات كيكون البيض خاسر، فمن الاحسن انكم تعملوا هذه المرحله هذه. صافي كنضيفوا هنا كاس د الحليب، الحليب يكون بحراره الغرفه بطبيعه الحال. كنضيف هنا كاس كبير د السكر سنيده. بالنسبه للعبار غادي نعطيكم الكاس كبير، يعني الكاس اللي كيرفد لي هنا 2 كيسان د العنبه. كنضيف هنا مبشور د الليمون ولا د البرتقال ولا اي نكهه كتبغيو نتوما. كنضيف هنا قبيصه د الملحه، كذلك الزيت النباتيه كاس صغير يعني د العنبه. وكنمزجوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا لينا مزيان. كنضيفوا المكونات اللي باقيه لنا. فبزاف الناس عادي يقولوا لي زهره راه هاد القرعه عادي تجينا يعني باينه في هاد الوصفه، فمن الاحسن انكم تجربوها. الصراحه ما كتجي فيها لا مذاق القرعه لا حتى شي حاجه. بالنسبه للقرعه الحمراء راني شاركت معكم بزاف د الوصفات بها، منهم الكيك كذلك، القراشل. الصراحه القراشل كيجيو رائعين، سبق لي ونزلت لكم في واحد الفيديو القراشل بالقرعه الحمراء، وكذلك الكيك صراحه كيجيو مزيونين وفتيين ما شاء الله وكيعطيو واحد المذاق رائع. صافي هنا من بعد ما طحنا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيرجعوا لنا على هاد الشكل هذا، وكنعملوهم في واحد الاناء وكنضيفوا السميده. بالنسبه للسميده البنات انا استعملت السميده غليظه، الا كانت عندكم رقيقه فمن الاحسن. انا هنا كانت عندي غير السميده غليظه هي اللي كانت عندي متوفره في المنزل، فقلت ضروري انني نجرب هذه الوصفه وقلت نشاركها معكم. فهنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي هنا كاس كبير د السميده، كيف ما قلت لكم ما يعادل 2 كيسان د العنبه. هاد السميده هذه غليظه، الا كان عندكم السميده رقيقه كيف ما قلت لكم يمكن لكم تضيفوا غير سميده رقيقه فقط. فانا ضروري غادي ندخل مع هاد الدقيق لان السميده غليظه، ضروري كتحتاج اننا ندخلوا فيها الدقيق. صافي هنا كنضيفوا نص كاس ديال السميده، يعني بالنسبه لكميه السميده احتاجيت هنا كاس كبير ونص، يعني ما يعادل 3 د الكيسان د العنبه. صافي هنا كنبقاو نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان، وكنبقاو نضيفوا الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق حتى هو غادي نعمر كاس وغادي نشوف عيني وميزاني. المهم الدقيق غنضيفو غير بالتدريج، ما نعملوش بدفعه واحده، حنا كنضيفو الدقيق وحنا كنخلطو. وبالنسبه لوليدات صغار كيف ما كنعرفوا ان ما كيبغيوش القرع حمراء، فمن الاحسن جربوها لهم بهذه الطريقه هذه. انا متاكده عاد عجبهم وتعملوها لهم اذا يديوها معهم المدرسه، صراحه كتجي مزيونه هذه الوصفه هذه. صافي هنا البنات هنا ضفنا كاس ديال الدقيق وهنا كنضيفوا نص ديال الكاس. بالنسبه يعني تقريبا المكونات قد السميده قد الدقيق. المهم كنعادلوا لان السميده حرشه يعني غليظه بزاف، فضروري غادي نعملو تقريبا قد الدقيق قد السميده باش كيجينا الخليط متجانس وما كتشقق ليناش الوصفه ديالنا. صافي هنا كنضيفوا 2 خميرات د الحلوى من فئه 8 غرام، انا استعملت هنا 2. وانتم الا كانت عندكم الخميره بيضاء تقدروا تعملوا ديك الخميره بيضاء اللي كيكون فيها 20 غرام. صافي كندخل هاد الخميره في الخليط ديالنا على هاد الشكل هذا،
بالنسبه للخليط غادي يبان لكم راه خفيف شويه، ولكن معليش غادي نخليوه واحد 3 دقائق على بد من ما كيتشرب لنا، حيت السميده كيف ما كتعرفوا السميده كتشرب شويه ديك السوائل. كنخدموا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، ضروري من الاسفل الى الاعلى باش كتخلط لينا السميده ديالنا مع الدقيق، وكيتخلطوا جميع العناصر مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، كيف ما قلت لكم الخليط غيبان لكم باقي خفيف شويه، ولكن كنخليوه واحد 3 دقائق ومن بعد كيتشرب لينا شويه. كيف ما كنعرفوا ضروري السميده كتشرب. هنا كنحتاجوا واحد المول ولا الصينيه اللي غادي ندخلوها الفران، ولا اي مول كان عندكم نتوما متوفر، فكندهنوه بالزيت ولا الزبده اللي بغيتو نتوما، ولا الزبده مذوبه اللي بغيتو. كندهنوه مزيان وكنرشوه بالدقيق على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا نمشيو ديك الدقيق في جميع الاطراف باش ما كتلصق لناش هاد الوصفه ديالنا، والصراحه كتجي رائعه وكتقلع معكم بكل سهوله. صافي هنا كنحاولوا اننا نسرحوا ديك الدقيق على جميع الاطراف على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا نحيدوا ديك الزوائد ديال الدقيق تماما، وكنبقاو نضربوا ديك الصينيه مع سطح العمل. المهم انا ديك اللقطه تمسحت لي، المهم باش كنحيدوا ديك الزوائد ديال الدقيق وصافي باش ما كتجيناش البسبوسه ديالنا عامره بالطحين من التحت. شوفوا الخليط هنا من بعد ما عقد، شوفوا تبارك الله كيجي عاقد. المهم كيف ما قلت لكم السميده كتشرب لكم ديك السوائل، فمن الاحسن نخليوها واحد 3 دقائق على بد من ما كدهنوا الصينيه ديالكم وكتشعلوا الفران. ضروري يكون الفران سخون من قبل. صافي كنضيفوا واحد الكميه هنايا في هذه الصينيه، وكنحاولوا اننا نسرحوها مع جميع الاطراف، وكنضربوها مع سطح العمل على هذا الشكل هذا باش كتخرج لينا ديك الفقاعات وديك الهواء اللي كيكون داخل. صافي كنخليوها تستراح مزيان على ما يسخن لينا الفران. وهنا الثانيه شوفوا البنات، هنا الثانيه غادي نضيف لها عاود واحد شويه د الكاكاو المر. هنا غادي نعملها في هذا المول ديال الزاج. نتوما المول اللي متوفر عندكم واللي بغيتو تعملوه كتعملوه، فلكم الاختيار. هنا كنضيفوا غير شويه د السميده، المول الاول ضفت له شويه د الدقيق، وهذا غادي نضيف له السميده. صافي هنا من بعد ما دهنا المول ديالنا بالسميده على هذا الشكل هذا، فالخليط اللي كان باقي لي غادي نضيف له واحد الساشيه ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو الصراحه وليداتي قالوا لي ماما عملي لنا وحده بالشوكولاط، قلت لهم صافي واخا. فهنا ضفت لهم هذه بنكهه الكاكاو. صافي كنحاولوا ندخلوا ديك الكاكاو على هذا الشكل هذا غير بواحد سباتول ولا معلقه اللي عندكم نتوما، وصافي وكنفرغوها مباشره في المول ديالنا. والفران ضروري البنات كيف ما قلت لكم يكون سخون من قبل. هنا انا كنت كنخلط هاد البسبوسات هادو والفران كان عندي شاعل. صراحه هاد البسبوسه هادي كتجي رائعه بالقرع الحمراء ولا اليقطين، الصراحه كتجي مزيونه. بزاف الوليدات ما كيبغيوش القرع الحمراء، فمن الاحسن توجدوها ليهم بهذه الطريقه هذه، صراحه غادي يحمقوا عليها. الصراحه حتى انا الزوج ديالي ما كياكلش القرع حمراء، ولكن ملي جربتها لهم هيدا عجباتو. صافي هنا غادي نوجدوا السيرو. بالنسبه للسيرو كنحتاجوا واحد الكاسرونه كنضيفوا فيها كاس السكر و3 د الكيسان د الماء، الماء من الروبيني بطبيعه الحال. هنا كنضيفوا الليمونه اللي احتاجنا المبشور ديالها، كنعصروا الليمونه كامله على هذا الشكل هذا، وكنصفيوها من ديك البذور ديالها وكنضيفوها على ديك السيرو اللي غادي نوجدوا باش كيهرس لينا ديك الحلاوه. ما كتجينا شي حلوه بزاف، يعني كتجينا مهرسه ما بين حلوه وحامضه. صافي كنعملوا السيرو ديالنا على نار، نخليوه يغلي مزيان مزيان حتى كيشكل لينا على شكل رغوه، وكنحيدوا له ديك الرغوه تماما. هنا البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي طايبه ومحمره على حقه وطريقه. كيف ما قلت لكم البنات، الا كانت عندكم السميده رقيقه فالصراحه كتجي رائعه وما كتشقق لكمش البسبوسه ديالكم. الا كانت عندكم السميده غليظه فضروري انكم تضيفوا لها الدقيق باش ديك الدقيق كيجمع ديك السميده اللي كتكون غليظه. صافي هنا من بعد ما خرجنا البسبوسه ديالنا سخونه والسيرو كيكون بارد، فضروري كنسقيوها على هذا الشكل هذا بالمعلقه ولا باي حاجه بغيتو نتوما، ولا ديك القرعات اللي كيكونوا على شكل رشاشه. ومن بعد كتبقاو تسقيو البسبوسه ديالكم. هنا كنسقيوها مزيان حتى كنحسوا بها انها تقات مزيان، وكنخليوها تشرب. الا نشفت لكم فضروري تزيدوا لها السيرو. فانا هنا الصراحه سقيتها يعني تبارك الله جات رائعه ما شاء الله. سقيتها وعاود 2 المرات وانا كنسقيها. هنا البسبوسه الثانيه شوفوا تبارك الله هنا كانت بدات كتشقق واحد شويه.
ولكن معليش هنا كنسقيوها بديك السيرو. بزاف الناس عاد يقولوا لي راه زهره عملتي السيرو بزاف. صراحه تبارك الله يلاه جا هو هذاك. كنسقيوها مزيان حتى كتنشف لينا على هذا الشكل هذا، وكنعاودوا نسقيوها المره الثانيه حتى كتشرب لينا مزيان ديك البسبوسه. حيتاش تبارك الله السميده غليظه كتبغي يعني السيرو بزاف. صافي هنا من بعد ما سقيناها مزيان ونشفت على هذا الشكل هذا، فكنجيبوا المربى ولا العسل اللي بغيتو نتوما. فانا كانت عندي متوفره العسل، فدفيتها واحد شويه باش كتمشى لينا في البسبوسه ديالنا وكتجينا سهله في التزيين. صافي كنحاولوا اننا نسرحوا ديك العسل على هذا الشكل هذا وكندهنوا لها الوجه ديالها مزيان. المهم التزيين دائما كيبقى اختياري وانتم كتبدعوا فيه دائما. يعني اللي عندكم متوفر، الكاوكاو مهرمش ولا اللوز يفيلي اي حاجه بغيتو نتوما. فانا هنا غنزين غير شويه ديال الكاوكاو عندي مهرمش، وغادي نقطع معكم. شوفوا تبارك الله كتخرج واحد الكميه وفيره ما شاء الله. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه سهله مهله واقتصاديه وما فيهاش مكونات بزاف، غير بيضه وحيده والقرع او اليقطين. صراحه كتجي لذيذه بزاف، وليداتكم ما يشبعوش منها. ووجدوها ليهم يديوها معاهم حتى في المدرسه كتجي مزيونه هيدا في الكوتي، ولا تعملوها ليهم هيدا في الصباح ولا في العشيه ملي كيجيو من المدرسه كيشربوها مع كويس اتاي. صراحه كتجي مزيونه. فانا وجدتها تبارك الله عطاتني واحد الكميه وفيره ما شاء الله. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي طالعه وفتيه ما شاء الله. وكنتمنى انكم تجربوها. كيف ما كنعرفوا القرع صحيه، وهاد الوصفه هذه سهله يعني ما فيهاش مكونات بزاف، غير بيضه واحده وكذلك السميده. يا شوفوا تبارك الله البنات هنا جاتنا رائعه وفتيه ما شاء الله ومسقيه وشاربه السيرو تبارك الله. كيف ما قلت لكم ضروري اننا نسقيوها مزيان وكنخليوها حتى كتشرب لينا ديك السيرو. الا شفناها نشفت وكنعاودوا نسقيوها المره الثانيه. هذه الثانيه انا زينتها هنا بالكوك. هنا كنقطع معكم. شوفوا تبارك الله حتى هذه كتجي رائعه. وليداتي قالوا لي ماما يكون غير عملتيها بجوج بهم هيدا بالمذاق ديال الكاكاو. حتى بالمذاق ديال الكاكاو كتجي رائعه. شوفوا ما شاء الله كتجي غزاله وتوجدوها لوليداتكم. وشكرا الناس اللي بقات معايا حتى لهاد المرحله هذه. شكرا لكم على المشاهده الكامله، جزاكم الله خير الجزاء. والاصدقاء اللي معايا منذ البدايه كنشكركم على الوفاء ديالكم وليختكم بالدعم والتشجيعات ديالكم. كنبقاو حنا مستمرين معكم وكنجيب لكم وصفات سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. شوفوا تبارك الله هنا البنات كنوري لكم كيفاش جاوا بجوج بهم مزيونين على هذه بالمذاق ديال الكاكاو. ولا الثانيه الصراحه كيجيو بجوج بهم في قمه الروعه. كنتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم، ساهلين وسريعين في التحضير. وشكرا الناس اللي بقات معي حتى لهاد المرحله هذه. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، وشكرا لكم على حسن المشاهده. واللي اول مره كيشاهد قناه زهراء سراج ما نساونيش من لايك والبارطاج والاشتراك في القناه. ومرحبا بكم والف مرحبا بالدعم والتشجيعات ديالكم. حنا كنبقاو مستمرين وكنجيب لكم وصفات سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. وما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله وحفظه.